السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي. انا ياسمين، والنهارده يوم جديد وفيديو جديد. زي ما انتم شايفين معايا كده، حبيت كده ان انا اخد لكم جولة سريعة في المطبخ. زي ما انتم شايفين معايا كده يا جماعة، المطبخ عندي نظيف وزي الفل. البوتاجاز عندي ممسوح ولامع، وكمان عندي المطبخ مفيش فيه مواعين زي ما احنا شايفين كده. وطبعا الحوض زي الفل. ونستعد بقى النهارده لطبيخ النهارده. زي ما انتم شايفين كده، النهارده طبعا الجمعه. فولعت بقى عندي البوتاجاز على فراخ. عملت الفراخ بالطريقه العاديه جدا، بصل حلقات عليه ملح وفلفل وميه، وغسلت الفراخ كويس جدا. ولما الميه سخنت نزلت بالفراخ زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بعد كده بدأت ان انا اغطي الفراخ عندي، يعني اورب الغطا بس كده شويه. وسبت الفراخ عندي تستوي. طبعا ما بتاخدش سوا يا جماعة خالص. الأوراق بتستوي بسرعة عن الصدور. وانا النهاردة هعمل أوراق. انا ولادي بيحبوا الأوراق عن الصدور، فعلشان كده بنطبخ دايما الأوراق، والصدور بنعملها بانيه. بعد كده بقى دخلت عندي على غرفة البنات. طبعا لازم اروق بقى غرفة البنات عندي. فزي ما انتم شايفين كده، السراير عندي متسوية وكل حاجة، بس انا برضو لازم ايه اظبطها. فزي ما انتم شايفين معايا كده، هبدأ الاول بسرير هنا، وبعد كده هعمل سرير همسة. فزي ما احنا شايفين كده مع بعض، هبدأ بقى ان انا ايه اول حاجة كده هبدأ اعملها. هبدأ ان انا اسوي السرير عندي. طبعا شلت البطانية كده، وبدأت ان انا انفض السرير بالشكل ده كده، علشان ايه افرد الدفاية. زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بعد كده بقى بدأت ان انا اعدل المخدة. وهبدأ بقى بعد كده ان انا اطبق البطانية. طبعا الغرفة يا جماعة مفيش فيها اي حاجة، وانتم متعودين معايا على كده. انا طبعا بكون مغيرة الفرش عندي ونضيفه زي الفل. ولما بحتاج بقى ان انا اغيره، طبعا بغيره على طول. يعني هو لسه انا مغيراه من كام يوم. فعلشان كده زي ما انتم شايفين معايا، السرير نضيفه زي الفل، حتى الدفايات زي ما احنا شايفين كده نضيفة وتمام، مفيش مشكلة خالص. وبدأت بقى ان انا اطبق البطانية بالشكل ده كده. عايزة اقول لكم يا جماعة ان الجو لسه محيرنا، ما بين شوية برد وما بين شوية حر. فعايزة اقول لكم ان اليومين دول كده الجو مش مظبوط. فعلشان كده بقى ايه، انا سايبة للبنات البطانية الخفيفة. ولما بيسقعوا قوي يعني بجيب لهم البطانيات التقيلة. فاحنا سايبين الخفيفة والتقيلة الاتنين يا جماعة. خلصت طبعا السرير بتاع هنا، ودخلت بقى على السرير بتاع همسة بالشكل ده كده. برضو هعمل نفس النظام يعني. اول حاجة كده برضو هبدأ ان انا اسوي المخدة بالشكل ده كده، وهظبط برضو الدفاية، شدها كده شدة كويسة. وعايزة اقول لكم يا جماعة، مادام احنا فرشين السرير كويس وشادين الملاية والدفاية على المسطرة، لا يمكن يتنكش معاكي خالص. يتنكش يعني يتنعكش، يتفشكل، يتزحزف، كل الاسامي دي. فزي ما انتم شايفين معايا بقى، بعد ما خلصت السرير عندي بدأت ان انا اطبق البطانية. واذ اكتشف بقى وانا بطبق البطانية ان البطانية بالقلبة. فطبعا انا مش عارفة اساسا وشها من قفاها، هما الاتنين شبه بعض. فاتلخبطت. فبدأت بقى ايه ان انا اعدلها كده بالشكل ده، واقلب البطانية كده، وابدأ ان انا اطبقها مظبوط. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه ان انا ايه، يعني بصراحه مش طالبه معايا خالص ان انا بقى اقعد اعمل افتكاسات كده على السرير بقى، وابدا ان انا افرش البطانيه واعملها لا نصين ومش عارفه ايه. لا بصوا، الروتين العادي بتاعنا، التطبيقه العاديه جدا اللي عمرنا متعودين عليها في بيوت اهالينا. بنطبق البطانية كده ونحطها على طرف السرير، ونحط كده اللعبة اللي عندنا، والتكوة مظبوطة كده وتمام جدا. عايزة اقول لكم يا جماعة ان اليومين دول نزل العاب الاطفال على شكل حيوانات. زي ما انتم شايفين كده، انا البنات عندي بيحبوا جدا البومة دي. فبحطها لهم كده على السرير. نزل بقى البنجوين اللي هو اسمه ايه، البطريق. نزل كمان البغبغان. بصراحة نزل اشكال كتير جدا من لعب الاطفال. فزي ما انتم شايفين معايا كده بقى، بعد ما خلصت وحطيت لهم الالعاب بتاعتهم، ظبطت بقى طرف السرير زي ما انتم شايفين معايا كده. كانت الملايه بس مش مظبوطه شويه. بدات كده ان انا ايه اشدها شده حلوه بالشكل ده على المسطره يا جماعه زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى ظبطت الدبدوب اللي على الارض كده، والاميره النائمه اللي انتم شايفينها دي كده. وهبدا بقى ان انا اكنس الارض. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا ايه، يعني زي ما انتم شايفين معايا،
انا طبعا الارض عندي نظيفة مفيش فيها اي حاجة، بس بما ان احنا روقنا ونضفنا ولمعت كمان السرير وكده، فقلت بقى ايه اما اكنس كده الاوضة بالمكنسة عشان لو في تراب لو في غبار لو في اي حاجة كده. وبدأت برضو اكنس بين السريرين كده بالشكل ده. وعايزه اقول لكم بقى على حاجه يا جماعه، ان السجاد المفحور، انا طبعا السجاد ده بتاع جوازي. السجاد المفحور يا جماعه يعني بيبقى فيه بعض تراب وكده، بيبقى بيغلب شويه في الكنس. انما السجاد العادي خالص اللي هو الساده خالص مفيش فيه فحر وبروز، بيكون سهل جدا بصراحه في الاستخدام. بس عايزه اقول لكم عشان انا مفيش رجل قوي يعني عندي على الغرفه، فمش يعني مش بيلم تراب قوي ولا بيلم غبار قوي. ولما بيضايقني قوي قوي يعني ببدأ بقى ان انا ايه اكنسه ازاي بقى، بشيل الفرشة اللي هي بتاعت المكنسة دي خالص، وببدأ بالخرطوم ان انا اشفط الاجزاء اللي هي مفحورة دي. هعمل ايه طيب؟ ما هو انا مش عارفة اشفطها ازاي، او التراب اللي فيها يطلع ازاي، او مثلا لو في اي حاجة طبعا بتبقى لازقة في السجادة. فبروح بقى شايله الخرطوم كده اهو بعيد عن الفرشه، وابدا ان انا اكنس كده زي الناس. بس كده خلاص. بعد ما كنست بقى، تعالوا يا جماعه بصوا هوريكم حاجه. الدولاب عندي بتاع هنا ده، الدولاب يا جماعه ده فيه هدوم هنا بتاعه البيت. وزي ما انتم شايفين كده انا رصه الترنجات والفانيلات الصوف والبناطيل اللي هي تحت الهدوم وكل حاجه. بالنسبه لتحت بقى حاطه انا الفرش بتاع اوضه الاطفال كله، والملايات والدفايات وكل حاجه. فطبعا انا ايه كل شويه اقول ايه انا هشيل الشتوي بقى وانزل الصيفي. بس عايزه اقول لكم ان انا ايه يعني كل شويه اقول لا لسه شويه لسه بدري. فزي ما انتم شايفين معايا كده الدولاب برضو مش عاجبني حاله، برغم ان هو مترتب وتمام وزي الفل، بس برضو مش عاجبني، عايزه ارتبه من اول وجديد. نيجي بقى هنا للضرفه بتاعت هدوم الخروج بتاعت همسه دي، طبعا الهدوم الشتوي يا جماعه. وبرضو مش عاجبني حالها خالص. طبعا همسة كل ما تيجي تنزل تروح الدرس بتطلع هدوم بقى بنفسها وكده، فحاسه انها منعكشه ومفعكشه. فعايزه ارتبها برضو من اول وجديد. طبعا كل ده هنعمله روتينات مع بعض. هنرتب الدولاب مع بعض ان شاء الله في روتين جاي كده، بس لما نقرب شويه ان انا اطلع الصيفي عشان يبقى ايه منها ترتيب ومنها تنظيم ومنها نظبط الظرف كده. زي ما انتم شايفين معايا الضرفه اللي هناك بحط فيها الصيفي. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين هو الدولاب ايه ضرفتين صغيرين وضرفتين في النص كبار. فالضرفه دي انا حاطه فيها الشتوي، والضرفه اللي هناك اللي انا وريتها لكم دي بحط فيها الهدوم الصيفي. فزي ما انتم شايفين كده ان شاء الله باذن الله الايام الجايه بس كده نبدا نطلع الصيفي ونظبط الدولاب مع بعض. جيت بقى هنا بما ان انا خلاص خلصت الغرفه بتاعه الاطفال وخرجت على الصاله اللي هي الطرقه دي كده، بدأت بقى ان انا ايه دي يا جماعة كده الجزامة بتاعتي، اعزكم الله طبعا يعني. فزي ما انتم شايفين معايا بقى كده قلت المعها علشان عليها تراب وغبار وكده. وبدأت بقى ان انا ايه جبت الجوانت اللي هو بتاع التراب ده، وبدأت بقى ان انا لمع الجزامة بتاعتي بالشكل ده كده. طبعا علشان الصالة في وش اوضة الاطفال لازم طبعا ان انا اكنسها. يعني ما ينفعش ان انا اكنس غرفة الاطفال وما اكنس لا الصالة ولا الطرقة اللي هي الطويلة دي. لازم بروح شادة المكنسة برضو، وبروح ايه كنسة قدام باب الشقة، وكنسة الصالة بالطرقة الطويلة. يعني هنشوف مع بعض احنا هنعمل ايه. فزي ما انتم شايفين معايا يا جماعة بعد بقى ما لمعت عندي الجزامة بالشكل ده كده من جميع الجناب، هبدأ بقى ان انا اكنس الارض. طبعا الارض يا جماعة عايزة اوريكم السجادة هنا اللي هي بتاعت الطرقة دي. السجادة بتاعت الطرقة دي يا جماعة مش مفحورة، مش زي سجادة أوضة الأطفال. سجادة عادية جدا زي بتاعت الطرقة اللي هي الجملي اللي انتوا شايفينها دي. سجادة متساوية مفيش عليها فحر ولا حاجة. عايزة اقول لكم ان هي في الكنس تحفة تحفة. انا طبعا بقول ده ليه؟ علشان اي عروسة حابة ان هي تشتري سجاد تبقى عارفة السجاد اللي هو سطحه ناعم واملس ده سهل جدا في المكنسة وفي الكنس. انما المفحور ده هتضطري بقى ان انت يا اما تكنسيه بفرشه الحتت المفحوره دي، يا اما بقى تشيلي الخرطوم بتاع المكنسه وتبداي تشفطي بقى لو فيها اي تراب لو فيها اي شعر لو فيها اي حاجه كده. طبعا بتبقى لما السجاده حاجات بتبداي بقى تشفطي بالخرطوم بتاع المكنسه. طبعا زي ما انتم شايفين معايا انا بقى هنا المكنسه بدات بقى ان انا ايه اكنس كده قدام الباب بتاع الشقة زي ما انتم شايفين معايا كده يا جماعة. وطبعا عندي هنا زي ما انتم شايفين المشايتين اللي هم قدام باب الشقة دول. الحقيقة يا جماعة ان انا
كنت ايام ما جيت اتجوز عندي بس المشاية الكبيرة دي، ما كنتش اشتريت مشايات قدام باب الشقة في الجزء ده كده. فروحت عشان اشتري مشاية نفس السجادة بتاعتي، الحقيقة ان انا ما لقيتش خالص اللون ولا لقيت الشكل ولا لقيت اي حاجة. حاولت ان انا اجيب حاجة قريبة للسجادة، فلقيت السجادة اللي هي اللي انتوا شايفينها دي ورق الشجر، يعني فيها من نفس اللون ونفس درجة الالوان، فجبتها. وطبعا كان مساحتها صغيرة، فاضطريت ان انا اجيب اتنين جنب بعض كده عشان يدوا طبعا شكل حلو للمكان وكده. طبعا بعد ما خلصت بقى عندي الصالة، دخلت على الطرقة الطويلة دي اللي هي بتودي ايه على الحمام الكبير. زي ما انتم شايفين كده برضو بدأت ان انا اشفطها كده بالمكنسة. ما ينفعش طبعا يا جماعة خالص ان انا اكنس الأوضة و... ومكنوس الصالة ولا الطرقة ولا غرفة المعيشة. دخلت بقى بالمرة على غرفة المعيشة اللي هي الليفنج بتاعنا، بدأت برضو ان انا اشفطها كده بالمكنسة، علشان اللي يخرج من الأوضة على الصالة او على الطرقة، يعني ايه لو في هنا تراب او فيه غبار او كده ما ياخدش من جوه لبره، او ياخد من بره لجوه، يبقى كل حاجه نظيفه وزي الفل. طبعا انا كنت عامله معاكم لسه الفيديو اللي فات او اللي قبله الصالون والانتريه وكنت كنساه. وبعد ما خلصت بقى الغرفه هنا في الكنس، يعني دخلت بقى غرفه النوم برضو ظبطتها وكنستها كده. يبقى انا كنست كل الغرف عندي بالصاله بالطرقه وكده. المنظر النهائي بتاع الغرفه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اتمنى ان دايما الشقة تبقى كده على طول. فزي ما انتم شايفين معايا بقى، بعد ما خلصت كده لازم بقى اكنس ايه، اكنس قدام باب الشقة. طبعا نظافة الشقة جوه يا جماعة مش هتكمل غير لما ننضف من بره الاول. فبما ان انا كنست الشقة كلها من جوه وتمام عندي وزي الفل، ما عادش عندي طبعا اي حاجة لما تراب ولا اي حاجة، بدأت بقى ان انا اخرج اكنس السلم. وطبعا بخلي السلم ده عندي في الاخر خالص، علشان يا جماعة بيبقى ايه خلاص بقى ان انا هكنس السلم. وبعد كده بقى لو عندي حاجة اعملها في البلكونة وكده، وبعد كده بقى ايه بغير هدومي بقى اللي فيها تراب وكده، لان عايزه اقول لكم يا جماعه ان السلم بيبقى مليان تراب هو والبلكونه. فزي ما انتم شايفين معايا كده بدات بقى ان انا ايه اشيل المشايات اللي قدام باب الشقه وبدات اكنس كده كويس. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان يعني التراب مش كتير، لان انا تقريبا كده يعني كل يوم ويوم بخرج اكنس قدام باب الشقه. طبعا الولاد بقى نازلين المدرسه، ولاد العيله كلهم، فالسلم عندنا بيبقى مطرب جدا. فزي ما انتم شايفين كده يا جماعه بدات بقى ان انا اكنس كده بالشكل ده، وهبدا بقى ان انا بعد كده الم بقى التراب وكده، وهبدأ ارجع المشايات تاني. طبعا عايزه اقول لكم يا جماعه بصوا التراب ده يعني ده حاجه قليله جدا، ده طبعا لان كان مكنوس قبل كده من قريب يعني من اول امبارح. فزي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده كده طبعا التراب بقى ايه بدأ ان هو يظهر. فكملت انا بقى السلم علشان ايه ما اطولش عليكم. خلصت بقى انا السلم بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وجيت بقى عند الجزء اللي هو ايه الجزء اللي هو بتاع الجزامة اللي قدام باب الشقة. طبعا بعد ما خلصت الجزء ده خالص هوريكم بقى ايه الجزء اللي قدام باب الشقة ده كده. انا حاطه فيه يا جماعة اعزكم الله برضو جزامة، جزامة كده حط عليها لا مؤاخذة يعني الشباشب والشوزات اللي هي بنستخدمها على طول، اللي هي يعني مثلا هنا لو نازلة تجيب حاجة من السوبر ماركت بتاخد الشبشب من قدام الباب. طبعا الأحذية بتاعت باباهم اللي هي بتبقى برضو بيلبسها يوميا، الكوتشيات بتاعت المدرسة كل حاجة طبعا. فانا عايزه اقول لكم ان انا طبعا يعني الجزامه جوه الشقه مفيش فيها مكان خالص يا جماعه، علشان كده انا جبت الجزامه اللي هي اللي بتتحط بره على باب الشقه دي. وطبعا بعد ما خلصت لمعت الاحذيه بتاعتي كلها، جبت بطانه كده مخصصه عندي للشوزات بس، طبعا منديه كده ميه، وبدات بقى ان انا لمع عندي الشباشب والشوزات، خصوصا الكوتشيات اللي هي البيضه بتاعت المدرسه دي لمعتها كويس جدا. وبعد كده بقى رجعت المشايات عندي اللي هي قدام باب الشقه كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وكده اكون خلاص خلصت كده السلم يا جماعه. وعايزه اقول لكم تاني ان نظافه الشقه من جوه لازم ننظف الاول من بره. زي ما انتم شايفين معايا كده، بما ان انا خلصت قدام باب الشقه وخلصت الشقه كلها، دخلت بقى على البلكونه. عندي يا جماعه غسيل طبعا زي ما انتم عارفين انا بغسل يوم الخميس والجمعه. هوريكم بقى الروتين بتاعي لما باجي انشر، غير بقى حتى لو في الايام العاديه لو يوم عادي مش خميس ولا جمعه ولا اي حاجه، لازم اول حاجه اعملها اجيب المقشه واكنس الارض. طبعا انا كنستها في السريع عشان ما اطولش عليكم الفيديو.
مش قادره اقول لكم يا جماعه كميه التراب اللي جابتها، يعني كميه تراب كبيره كده، اكتر من التراب اللي جايب من السلم بكتير. بعد بقى ما كنست ولميت التراب كده عندي في الجاروف يعني، ولميته كده في الباسكت، بدأت بقى ان انا ايه جبت طبق ميه عندي. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان انا ايه مش بدردب ميه كتير في البلكونه. طبعا احنا عندنا تحت في الشارع زي ما انتوا عارفين، تحت البيت عندي معرض الموبيليا بتاع زوجي وكده يعني. فمش عايزه دردب ميه كتير، برضو الناس هتبقى داخله والناس خارجه وكده، مش عايزه ميه كتير. طبعا احنا الجمعه والدنيا قافله وكل حاجه، بس ساعات المية بتتكون كده تحت قدام المعرض، فبيبقى يعني بصراحة الموضوع مش لطيف خالص. والناس بقى طبعا وهي داخلة وهي خارجة بتبقى الدنيا مطينة كده. فانا بس يا دوب طبقين ميه كده على الماشي، بدات بس ان انا ايه امشي بيهم الدنيا كده، وان انا لمع بيهم البلكونه يعني في السريع كده. بعد كده بقى طبعا يا جماعه عندي الغسيل بقى، عايزه اقول لكم بصوا، طبعا الشرابات حطيتها على الترابيزه كلها، بدات كده انشر الهدوم الالوان كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا يعني المنشر ده تحفه بالنسبه لي، منقذ. عايزه اقول لاي عروسه او اي ست بيت، لو عندك مكان في البيت بلكونه واسعه، او عندك مكان كده مثلا تكون بلكونه في المطبخ، اي مكان عندك ينفع تجيبي فيه منشر، ما تتردديش، هاتي المنشر الداخلي ده تحفه. تحفه يا جماعه، خصوصا بينقذ جدا في ايام الشتاء والبرد وكده. زي ما انتم شايفين معايا بقى نشرت كل الهدوم الالوان، وكمان كنت نشره بقى هدوم ابيض، ولسه في كمان عندي يا جماعه هدوم الوان وهدوم بيضه، وكنت لسه مشغله برضو على دوره في الغساله هدوم. وهنا طبعا الشربات بقى اللي انتم شايفينها الالوان. بصوا انا غسلت كل الغسيل يا جماعه، كل الغسيل عندي غسلته، وما عادش عندي الحمد لله غسيل غير بس الدوره اللي في الغساله. إيه خلاص مستنيه بس الغساله تخلص وهنشرها. دخلت بقى عندي على المطبخ، بدأت ان انا ايه اعبي كده الشاور جل عندي، طبعا كان خلص. والصابون طبعا نسيت خالص يا جماعة، الصابون الريحة ده كان عندي التويلت مفيش فيه صابون. بدأت بقى ان انا اجيب صابونتين كده، حطيت واحدة في التويلت الصغير وواحدة في التويلت الكبير، وحطيت كده ازازة الشاور بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. جبت المرة دي الشاور بالعسل. عايزة اقول لكم ريحته يا جماعة حلوة جدا، انا كل مرة بجرب حاجة يعني بجرب نوع. بعد كده بقى طبعا كان زوجي بقى جايب لنا شوية جبن وعلبة مربى وكده يعني. طبعا دول عرض مع بعض، مربى فراولة مع مربى مشمش، وكان جايب لنا شوية مسليات وكده. بدأت بقى ايه ان انا اعين كل حاجة في مكانها. طبعا عينت الجبن في التلاجة، المسليات سبتها بقى كده لاخر النهار بعد الغدا. وكمان كان جايب لنا اناناس، وبصراحة كان مدلعنا على الاخر. وكان جايب كمان جيلي بطعم التفاح زي ما انتم شايفين كده. عملت بقى الجيلي وحطيته في التلاجة. وعايزة اقول لكم يا جماعة ان انا يعني يوم الجمعة ده بيبقى عندي يعني حاجات كتير جدا عايزة اعملها، عندي طبيخ، عندي ترويق البيت، عندي كنس، عندي الولاد بياخدوا شاور، عندي غسيل هيتنشر. بصوا بيبقى يوم مليان مليان مليان. فزي ما انتم شايفين كده بقى، بعد ما خلصت طبعا كنت ولعت على صينية البطاطس عندي وحطيتها في الشواية، وطبخت الرز وجهزت الغدا. وطبعا يا جماعة كل الفيديوهات اللي انا كنت مصوراها دي للأسف اتحذفت. هحكي لكم دلوقتي ايه اللي حصل معايا. ونرجع بس للمقطع بتاعنا ده. انا طبعا غرفت الغدا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، الرز والبطاطس والفراخ والشوربة، واتغدينا. طبعا جينا بقى اخر النهار للقعدة بقى اللي هي العائلية بتاعتنا. البنات طبعا عندي طلبوا عصير اناناس، قلت لهم النهارده اغير لكم واعمل لكم عصير اناناس. بصراحة يا جماعة طلعت تحفة تحفة. فجهزت لهم بقى المسليات كده زي ما انتم شايفين، اللب والفول والشيتوس، وكان في شيبسي ومقرمشات وحرنكش كمان يا جماعة. تعالوا بقى نشوف مع بعض. بصوا انا كنت مصورة الفيديوهات بتاعة الروتين كاملة. جه وانا بمنتج الفيديو يا جماعة قال لي مساحة التخزين لا تكفي. وجاب لي ايه بقى، جاب لي كده الذاكره ومش عارفه ايه والملفات الكبيره والملفات المتكرره ومش عارفه ايه. فانا مش عارفه، فانا دوست حذف من غير يعني ما اخد بالي خالص. وبدات الفيديوهات عندي تتحذف وانا مش اخده بالي خالص ان دي الفيديوهات اصلا هو بيحذف الفيديوهات اللي على التليفون. وكل الفيديوهات يا جماعه اتحذفت للاسف. فانا بدات ان انا اصور الروتين من اول وجديد على قد ما قدرت يعني بصراحه. وطبعا الحاجة الوحيدة اللي لقيتها الحمد لله الجزء اللي البنات طبعا كانت ظاهرة فيه
والجزء التاني كان الجزء بتاع الفراخ اللي هو كان في بداية الفيديو. دول الفيديوهين اللي لقيتهم ما اتمسحوش، اما بقية الفيديوهات كلها اتمسحت. وكنت بصراحة مصورة فيديوهات حلوة جدا جدا جدا، وكنت عاملة لكم الفيديو اللي هو بتاع التسالي ده منفصل لوحده، وكنت بصراحة ممنتجاهم وخلاص، بس مجرد ان انا هحفظهم. فموضوع المساحة ده يا جماعة هو يعني بوظ الدنيا، والحمد لله انها جت على قد كده بسيطة. طبعا كنت مصوره لكم اجزاء من فيديوهات لهمسة بنتي لما رحنا عند الدكتور، وبصراحة كان فيديوهات حلوة جدا، بس يلا مفيش مشكلة تتعوض ان شاء الله. فزي ما انتم شايفين معايا كده، حبيت بقى ان انا اعمل لكم الروتين. طبعا يا جماعة كان في يعني بعض حاجات كده برضو ما كنتش لسه عملتها، يعني مثلا زي غسيل المواعين ده ما كنتش لسه غسلته، فبدأت ان انا اصور الروتين من اول وجديد. وزي ما انتم شايفين معايا كده وصلنا بقى لغاية الجزء اللي هو بتاع المواعين ده. عايزة اقول لكم ان احنا بعد بقى ما قعدنا القعدة بتاعتنا وكلنا بقى التسالي بتاعتنا واتفرجنا على مسرحية كده حلوة، والولاد بقى طبعا اكلوا جيلي. طبعا جبت لهم جيلي وكده، والحاجه الوحيده اللي انا نسيت اصورها يا جماعه هي الجيلي، لان انا نسيت اصلا اخدها. هما كلوها بقى في الاخر خالص، يعني افتكرنا الجيلي بعد ما خلصنا بقى السهره بتاعتنا وكده. فعايزه اقول لكم بقى ان انا اتفاجئت ان انا الباب بيخبط عليا، ولقيت جاي لي كده طبق فيه جاتوه وتورته. كان عيد ميلاد بنت عمة همسة وهنا. فلقيتهم بقى جايبين لي كده تورته وجاتوه، وبيقولوا لي ان هم يعني كانوا عاملين عيد ميلاد صغير كده عائلي يعني وكده، وان هم جايبين تورته وعايزين همسة وهنا بقى عشان يحتفلوا معاهم بالعيد ميلاد. يعني الواحد فعلا بيحس كده بإحساس حلو لما بيلاقي ان هو يعني محبوب في وسط العيلة بتاعته، او الناس اللي حواليه بيحبوه بيقدروه بيحترموه. بصراحة بتبقى مشاعر يعني حلوة جدا. فعايزة اقول لكم ان انا يعني الحمد لله الحمد لله ما بيني وما بين العيلة عموما، يعني في مشاعر كده حلوة بينا، وفي احترام وفي ود وفي محبة وفي مودة وفي كل حاجة الحمد لله. فعايزة اقول لكم بقى يا جماعة ان انا زعلت جدا جدا. نرجع بقى لموضوع الفيديوهات. زعلت جدا جدا على موضوع الفيديوهات اللي اتحذفت دي بجد، بس للأسف ما يعني حاولت ان انا اشوف طب هي ينفع ترجع تاني، طب ينفع اعمل اي حاجة، مش عارفة بصراحة. فانا لسه هحاول مش عارفة. يمكن اعرف انزل برنامج يرجع لي الفيديوهات تاني او كده. لان بصراحة يا جماعة يعني انا بصراحة زعلانة قوي، لان كان فيها فعلا فيديوهات حلوة جدا. كنت عامله لكم الفيديو اللي هو بتاع الطبخ لوحده خالص. الوصفة بتاعت صينية البطاطس بالفراخ دي كانت تحفة، فكنت منزلها يعني منزلاها لوحدها فيديو لوحده، والتسالي كان فيديو لوحده، والفيديو بتاع الدكتور بتاع همسة بصراحة كنت منزله لكم شوية فيديوهات كنت منتجاها ومستنية بس ان هي تتحفظ وانزل لكم فيديو. بس هقول بقى، يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. خير خير الحمد لله على كل حال. فطبعا زي ما انتم شايفين معايا كده يا جماعة انا بقى خلصت كده المواعين عندي. غسلت بقى شوية الكوبايات وشوية الاطباق وشوية الحاجات اللي انتم شايفينها دي كده معايا. وطبعا مش حابة ان انا اطول عليكم الفيديو قد كده، يعني بصراحة حاسة كده ان انا الفيديو طويل النهاردة. وعايزة اقول لكم يا جماعة ان انا بجد تعبت جدا جدا في الروتين ده، يعني صورته مرتين. المرة الاولى اتحذف، والمرة التانية عملته من اول وجديد. وبجد هو يعني الروتين لان شغل النهارده كان كتير قوي، فكان متعب قوي قوي. اتمنى ان انتوا لو وصلتوا لغايه هنا في الفيديو ان انتوا تدعموني بلايك، علشان يا جماعه بجد انا تعبت قوي قوي في الفيديو ده. ونفسي كده اللايكات بتاعتكم ترفع لي الفيديوهات كده وتوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا يا جماعة انا مش زعلانة والله ان الفيديوهات اتمسحت خالص. انا عادي اصور فيديوهات غيرها. انا زعلانة ان كان في بعض مقاطع من الفيديوهات كانت حلوة جدا وكانت طبيعية وتلقائية وكانت بصراحة يعني كانت حلوة قوي قوي.
فمش مشكلة ان شاء الله بإذن الله نصور فيديوهات احلى منها. وكان في فيديو كمان التورته والجاتوه اللي انا قلت لكم. فجأة كده لقيت الباب بيخبط. كان فيه بصراحة يعني اليوم النهاردة كان مليان بالفيديوهات وبالحاجات الحلوة جدا. بس يلا خير مش مشكلة. الحمد لله ان انا كنت مصورة صور على التليفون، والحمد لله ما مسحتهاش. فالصور دي هي اللي انا بدأت ان انا اجمعها لكم علشان اجيب لكم يعني اللي حصل في اليوم. يعني طبعا في اللي هي الصور مثلا الغدا اللي انا عملته، البطاطس والفراخ، الصور بتاعت الجيلي، الصور بتاعت المقرمشات، بعض اجزاء كده صور بدأت ان انا اركبها على الفيديو عشان ايه اعمل لكم الفيديو بالروتين بتاع النهارده. طبعا زي ما انتم شايفين معايا كده انا كان في بقى عندي شويه اطباق كده وشويه مواعين وشويه حاجات. فطبعا انا كنت يعني ايه اتضايقت جدا يا جماعه طبعا، واتقفلت ويعني وكان جوايا كده زعل شويه. فسبت بقى طبعا الاطباق اللي هي بتاعت الغدا والحاجات دي كلها، وقعدت بقى كده شويه لغايه لما هديت ورقت وفوقت كده، وقلت مش مشكله انا هعمل فيديو تاني مكانه وكده. وبعد كده قمت بقى ايه توكلت على الله وبدات بقى ان انا ايه اصور الروتين تاني من اول وجديد، واغسل بقى شويه المواعين اللي هم بتوع الغدا اللي هم البساط جدا دول. وكل بقى المواعين اللي عندي غسلتها، الكوبايات والاطباق والحاجات اللي احنا كنا حاطين فيها التسالي وكل حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين معايا كده الحوض عندي بقى زي الفل. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا بحب غسيل مواعين جدا جدا. يعني لما يكون اطباق وحاجات كده سريعه بحب ان انا اغسل طبعا المواعين وكده، بقى فيه رغاوي كده وصابون ونظافه. زي ما انتم شايفين معايا كده يا جماعه كنت خلصت شويه المواعين بتوعي، وهوريكم بقى مقاطع كده في الفيديو يعني اجزاء كده. يا رب يكون النهارده الفيديو حلو بالنسبه لكم وما كنتش بتكلم كتير، بس معلش هي روتينات كده احنا بندردش مع بعض. فزي ما انتم شايفين معايا بقى كده خلصت الحوض عندي بقى نضيف زي الفل، غسلته وبقى تمام جدا. عندي طبعا بقى سبت شوية الأطباق اللي أنا غسلتهم كده تتصفى، وبعدين طبعا ايه هشيل بقى كل الحاجات دي هحطها بقى اللي عايز يتحط في الرشاقة واللي عايز يتعان في مكانه. والكوبايات عندي غسلتها بالشكل ده كده. وده كده شكل الحوض بتاعي. عايزه اقول لكم ان انا يعني خليت المطبخ يا جماعه بيبرق بيبرق من الحوض للبوتاجاز لكله. طبعا كنت نسيت الجيلي زي ما قلت لكم. فانا بالنسبه لي انا وزوجي قلنا لا مش عايزين جيلي، خلاص احنا كلنا حاجات بما فيها الكفايه. فالبنات عندي لا عايزين جيلي بقى، طبعا ده همسه اللي طالباه. فاديت لهم بقى بولتين جيلي كده بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. وده كده يا جماعه شكل الجاتوه طبعا اللي جالي. طبعا ده يعني ليا ولزوجي. طبعا البنات بقى نزلوا يحضروا الحفله وكده، وطبعا كلوا بقى الجاتوه بتاعهم والتورته تحت. وانا طبعا جالي بقى الجاتوه بتاعي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، والبيبسي كمان بتاعي. وبكده يكون الفيديو بتاعنا بتاع النهارده خلص. اتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا معايا واستفدتوا ولو بشيء بسيط. واستنوني ان شاء الله باذن الله في يوم جديد وفيديو جديد، واشوفكم على خير ومع الف سلامه.